وانا واقفه في الشارع لاول مره الضابط ما يوقفناش، احنا اللي نقف ويقول لك مساء الخير يا فندم، محتاج اي حاجه؟ في اي حاجه عايز تعلق عليها؟ في اي حد مضايقك؟ بوش بشوش، وكان بيبتسم، وكانت فعلا لمسه لطيفه جدا منه. كان بالظبط كتير واقفين، واول مره اشوف ضابط واقف في لجنه بيبتسم، ده معناه ان في من جوه نيه ان هم يتغيروا. فيا ريت نكون احنا كمان عندنا النيه دي. طبعا احنا الفتره اللي فاتت دي كلنا كنا مشغولين ما بين التحرير اللي حصل واللي بيحصل اليومين دول ما بين يمين وشمال بدون ذكر اي حاجه اهو. عايزين نعمل شويه كده فقره خياليه شويه. معانا النهارده رئيس جمهوريه منتخب من الجروب بتاعنا. نتخيل ان ده رئيس الجمهوريه اللي جاي، وكل واحد يقول لنا حلمه ايه او بيطلب ايه من رئيس الجمهوريه. بس رئيس جمهورية كاجوال ده. يا ريس اسمحوا لي في البداية سيكون اسلوبي في الخطاب مع الشعب مخالف تماما الى زملائي الذين سبقوني. هناك من كان ينادينا بايها المواطنون، وهناك من كان ينادينا بالاخوه والاخوات، والاخراني ده كان بينادينا بالاخوه المواطنون. وعلى هذا الاساس وهذا السبب واننا كلنا جيل متقارب في السن وفي الثقافه، كلنا اتربينا تقريبا تحت وسائل اعلام متشابهه، فاسمحوا لي ان اغير لغه الخطاب حتى تكون ملائمه وملائمه لهذا العصر. واسمحوا لي اقول لكم حبايبي الحلوين. اننا نمر بمنعطف تاريخي، فبلادنا في حالة انقاذ وولادة صعبة جدا، وكلنا عايزينها تكون بالسلام حتى يتحقق الاستقرار والأمن والرفاهية لنا جميعا. حبايبي الحلوين، لقد قمنا بثورة شاركنا فيها جميعا، خرجنا تحت وطأة القهر وتحملنا قنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية. والله ما كانش بيكح بس، رصاص مطاطي ورصاص حي، كراوات وعساكر امن مركزي ما بتهزرش. نمنا في الشوارع وانضربنا بالطوب، ودخلت علينا الخيل والبغال والحمير، ولكن كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. حبايبي الحلوين، ووزعوا علينا وجبات فراخ. معظمها على فكره كان عادي، ما كانش في حاجه سبايس تماما، بس كان فيها عيب ان انا نحط الكومبو، ووعدوا اطفالنا بالوجبات هابي ميل، وكان من غير دول. رفضنا هذا كله، رفضنا ووقفنا لاننا كنا يا رجاله وابن وقت رجاله. دي كانت مصطفى محمود.
ثم جاء الساعة وارحل الراجل وسقط نظامه وحزبه وأعوانه وجواسيسه وسلطاته ومجنوده، واحتفلنا وهيصنا وشهيصنا وظبطنا، والحمد لله أسعدني الحظ مع كثير من الزملاء والأخوة إننا نمنا في عز البرد في ميدان التحرير وأمام مجلس الشعب، نمنا تحت نفس البطانية مع الإخوان ومع كل الناس الأفاضل والأخوات، كلنا كنا مع بعض نسيج واحد. واللي مش مصدق الكلام ده صوري موجودة بالكامل وأنا في الميدان وأنا وسط الجموع وأنا قدام الدبابة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر. والحمد لله اعتصمنا بالتحرير واحتفلنا بالتنحي في الجربة مع شباب وبنات مصر الجديدة، لأنه كان جنب البيت واحنا كنا واقفين عند بيت الرئيس القصر العروبة الرئيس السابق أنا آسف. ثم قامت قواتنا المسلحة بتعيين لجنة لإعادة صياغة العقد المبرم بيننا بين الحاكم والمحكوم، ولا بد أن نشيد بدورهم في حفظ ومساندة ثورتنا، لأنهم أيضا كانوا رجالة وقفوا رجالة، وحصل التعديل على العقد وعلى بعض البنود، وهذا شيء رائع زي الفل. وأدى هذا التعديل لرفع سقف طموح كثير من أفراد الشعب منهم أنا في يوم من الأيام كنت بتمنى أن أكون واحد من الناس يقدر يخدم البلد دي، والحمد لله نزلنا وكنسنا الشارع ورمينا الزبالة. دلوقتي بعد ما ستقرر التعديلات دي بكرة، وبعد ما نقرر ويكون رأينا بما يملي عليه ضميرنا وانا متوقع النتيجه، فبقول لكم انا رفعت سقف طموحي وانا هرشح نفسي لرئاسه الجمهوريه. انا لا كنت انتوي الترشيح، لا انا ولا كنت شخصيا. لكن البركه في التعديلات الجميله والموافقه التي ستحظى بها هذه التعديلات لا سمح الله. تمام؟ ولأن أنا شعب أصلا متأكد نحن شعب ما بيقولش لا. لا أنت بتقول لا ولا حد بيقول لا. أنا يعني كلنا ما بنقولش زي ما أنا أحمد حلمي، أنا مش هنجيب بحاجة من عندنا، ده الإعلام بتاعنا هو اللي بيقول إعلام الفرق. فأنا قررت وربنا معانا، إذا قلتم نعم نعمين 3 4 5 نعمات هيبقى في ترشيح وهنخش المجلس. واسمحوا لي لما نخش رئاسه الجمهوريه اسمحوا لي في اوجانا اعرض لكم برنامجي كرئيس للجمهوريه. اول حاجه هعملها ولان انا كهاني الناس اللي عارفاني من الزملاء عارفين قلبي طيب وانا مش عايز اطيل عليكم، اول حاجه هعملها انا هلغي حكايه ان حد يعمل حزب الافطار والكلام ده. الراجل اللي عايز يعمل حزب في اي حد في الجمهوريه محتاج من كل محافظه، وده قرار جمهوري ما زال العقد الحالي يعطيني الحق اني اقره بمنطق الماده 144. انا اللي اقول ايه اللي يتعمل حقي. اي حد عايز ياسس حزب محتاج من كل محافظه يجيب 1000 واحد، الواحد ده يروح يعمل له توكيل في الشهر العقاري باسم رئيس الحزب ده. لو فرضنا ان سيد عبد العزيز عايز يعمل حزب، انا هروح اعمل للسيد ده توكيل. الحزب ده التوكيل ده هيبقى مصاريفه 650 جنيه. 650 جنيه والسنه دي هتبقى معموله في وديعه، لان انا ضامن الديمقراطيه في عصري. انا هقعد دورتين بس. اما قلت لي في طلعه جويه واطلعها انا ما عنديش مشاكل. بس اللي بعد الله اعلم اللي هيحصل. فاحنا هناخد ال 650 دي على كل توكيل، هنحطها في وديعه وهنصرف فيها
على السجون والمعتقلات بحيث ان حد يخش فيك ما يقولش ان لك معامله سيئه. يبقى احنا كده الحمد لله ضمننا اولا الحريه. مفيش حد يعيش في بلد طيب؟ ماشي. في مساله نصف المجتمع الجميل وطرفي الامه الاقباط والمسلمين. فبالنسبه للاقباط لا ما له بقول لكم شعب الجوز ده وعليهم ما علينا واحنا انت احنا كده عملنا مساواه اهو زينا زي بعض. احنا تعبنا كتير جه الوقت بقى انهم يحصل ولضمان حقوق المواطنه عشان ما يحصلش زي ما واحد قال ان هم سينضموا الى جيش الاعداء لما يكون جيش الاعداء موازي بالديانه ولا مشابه. احنا هنعمل كارنيهات مكتوب في البطاقه انت بتخاف تزيد في البطاقه دي تشارك خلاص برضه بنفس الماده 144 لكن هنعمل كارنيهات مصري كارنيهات يبقى ما فيهاش اي مشكله جنب البطاقه ولضمان الولاء انا مطلوب على